تعادل الزمالك مع اوتو ده تعادل بطعم الفوز. ليه بقى بطعم الفوز؟ اول حاجه انت طالع من هزيمه، طالع من خساره، واللي طالع من خساره يا جماعه لازم يلحق يشفي نفسه او يداوي نفسه بمكسب. تمام؟ يداوي نفسه بمكسب. المكسب هنا هو التعادل. انت في ظل التعادل دوت، في ظل الاجواء اللي احنا كنا بنلعب فيها هناك من حراره وصيام وملعب زي الزفت، فكويس قوي انت خرجت بالتعادل ده. فده في حد ذاته تعادل بطعم المكسب. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، اللعيبه ما حدش يلومها ابدا على الاداء اللي هم ادوه. الشوط الاول احنا كنا بنجاري شويه الدنيا، الشوط الثاني شفتوا الوقوع بدنيا، وقعنا بدنيا في الشوط الثاني. فدوت يثبت لكم ان احنا الارهاق مع الصيام مع الحراره مع الملعب الضايع، دي نتيجه ان احنا كنا راجعين ورا في الشوط الثاني وعمالين نستقبل هجمات، وربنا استرها معانا وقربنا وطلعنا بالنتيجه دي. اهم حاجه نحضر للماتش اللي جاي اللي هو بعد 8 ايام. هنريح حلو قوي، نركز فيه قوي عشان الماتش دوت ما نعملش زي ماتش الفرقه بتاعت السنه اللي فاتت، اسمها ستانبوش والله ما فاكر اسمها ايه. كنا برضو متعادلين معاها 0-0، جينا هنا اتغدى منهم. فنركز ونحضر نفسنا عشان الفرقه دي برضو في عندهم شويه كوره. فخير الحمد لله وربنا كريم، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الرحمن. السلام عليكم.